عامه كنت تشوفي حنا نشوفوا بصفه عامه. ولا لا كينوض كيقول لك انا ما نثقش في المراه، ما نتزوجش بها، ما نديرش ليها من اجد انا الفهمتي. وحده البارح كتقول لهم انا كنصح الشباب المغاربه ما يتزوجوش المغربيات. وزادوا تيقولوا واحد. سمعي باش نقول لك اختي البارح طالعين تيقولوا المغربيات مشاو لاسبانيا شوفوا بينا، مشاو لفرنسا شوفوا بينا، في المغرب شوفوا بينا، في البحر شوفوا بينا، في قطر في السعوديه، فين ما مشاو في كوريا ما كيتزوجوا الاجنبي. منين جاو تزوجوا المغربي الا خوتي ما تزوجوش المغربي. عرفتي واحد المناقشه نقول لك ديامون ما عرفتش هاد الوجد الا كان عندك الكونت ديالو صيفطيه ليا. عندي نصيفطولك انا سكريني عندي انا نسالي ونصيفطولك. عندي البارح اللي قال لهم هذا مثال. واحد البارح تيقول لهم انا جيت من فرنسا وبعت الدار كانت عندي 20 مليون وخسرتها عليها هي واختها. يلا وهاد الهضره ما بدرش في الخاطر. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني شتي باش قلت لك انا اختي بعد الطوفان، يعني حتى لو هي سامحاتو على من هتسامحوا، واش غتسامحوا عليها ولا على خوتها ولا على بنتها ولا على المراه المغربيه كامله بصفه عامه ولا على المجتمع؟ على من هتسامحوا؟ نجاوبك الملكه ما حضرتي اللايف فاش قال لهم هذا مثال اللي كيتزوج مراه مغربيه. يلا حضرتي راكي هذا مثال اللي كيتزوج. خليت حتى لايف. إذا كان المتحدث مجنون فالمنصت عاقل. هادوك ركبوا على الموزة ميدي ان تيفي داتو السرزقات على ظهرو حطاتو في يوتيوب وتفرجوا فيه الناس ودخلوا من وراء الفلوس. إذاعة تلفزية. اختي دار الذنب يستاهل العقوبه، دار غلط يستاهل. أنا يا ما شوفي ما حاطة السيف على حد. أنا أول ما بديت الهضرة قلت لها طلب عند المقدرة إلا قدرتو، واي واحد كيعفو على شي واحد ربي كيجازيه في الدنيا والاخره. ما قدروش ما بغاوش. اختي شوفي انا ما بيدي حيله، هذاك الشيء كيرجع ليهم وهذاك الشيء هما حرين فيه. ما دخلنيش الا بغاو هما حرين، ما بغاوش عاوتاني هما حرين. صافي اكيد من عفا واصلح. شوفي سمعي سميره انا اللي كنهضر هاد الهضره هادي ماشي غيوليو عندها بزاف ديال ليرور. زائد كيف ما قالت امها مريضه في الدار مقابلينها غادي يوليو غاديين جايين. البنت ما كتقراش، الام ما كاين اللي قابلها، متضررين جدا 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 جدا. ما قلتش لك لا. هو الغلط اللي غلط هذاك السيد كنتمنى ما يعاودوش يغلطوه الناس اللي في حاجه المساعده. كاينين الحمد لله حنا المغاربه كيف ما قلت لك اصل الكرم واصل الجود. يطلع يقول القصه الواقعيه الحقيقيه. كون طلع وقال كانوا عندي الفلوس ورثت وخسرت فلوسي على البليه. هذا الله يعفو عليا. شوفوا البنات هذاك التسبيح اللي كيقولوا كيفاش بلان ديال التسبيح ما كيفاش بلان ديال التسبيح. اختي راه ما كتسبحش، راه ماشي عندها 80 عام كتسبح، راه كانت شاده التسبيح وكتلعب به. لا عادي من حقها. ذاك مع فاطمه الزهراء لا ماشي غير التسبيح. راه كانت شاده التسبيح ديال الوالده ديالي راه غير كنحضرها. ايمان ما تقولش تلعب فيه. لا ما تقولش هاد النقطه زعما عرفتي اللايفات ما بيبانش. راه الوزدي هو اللي قال لك هي واختها الدريات قلنا داكشي اللي خاصو يتقال. دابا غادي نجاوبوا هاد ولاد الناس ونعطيو نطلعوا من العماريه. واحد قال ان كيدهن عظيم. نسيتك مالت بدايه الايه الرجال قوامون على النساء. راه خاصك تنعس باش تفيق قدام ان شاء الله تخدم باش تجيب لامك ولا مرتك ووليداتك ما ياكلوا. اش كدير هنا؟ امك ماشي مراه. خليه ما تبقاش. شوفي انا شوفي قلنا داكشي اللي كاين القانون نصفقوا. شوفي انا وبعدي الطوفان ما نتخاصموش مع الناس، ما كنتخاصموش غير كنبينوا لهم. ولكن حنا انا كنجاوب غير هادوك اللي كيسولوني علاش هادي وعلاش هادي كتجاوبوا. اما اللي كيعاير خليه يعاير، ما تبقايش تناقري معاه. اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، اللي قال شي حاجه راه غيتحاسب عليها. ولا هادو كيعرفوا الحساب. علاش خليهم تناقري معاهم غدا تبقى يتشح في راسك. اللهم ما تجاوبيش. عوض بقاش يجاوبهم كاع يا ويعيطوا لي طفى عليهم التليفون. راه قالتها قبيله اليوم نمشي نجيب له وكاله من العمق. طلعت معنا هنا وقالت مشاو كيسولوا ما لقاو حتى شي وكاله، ما كاينه حتى شي وكاله. قبيله طلعت معنا سميره الدوجي كفرها على راسها. وغيطلع معاه الزيت اكيد غيفهم. سمحي لي ما يمكنش تتبان البراءه ديالي وديك الساعه عاد نشوفوا حنايا عاد نشوفوا حنا في البراءه. اكيد عندك سدي
بلاتي هذه اللي كتقول لك علاش مسميه راسك ايمان في البير. هذيك يلا برافو جاوب فيها. بلاتي مجاوبه ام الاميرات ياك ما انت خدامه سربايه تمايا شفتيها يعني انت خدامه سربايه على هذا الحساب يلا شفتيها تما وملي دابا قلتي بحال هكا يعني انت راكي كاينه تما اسكنا في ينطقوا بما فيه. هذاك الشيء اللي كاين كيقولوا واحد الحامه هو قال 900 مليون وقال بيران وقال هادي وقال وخليه يقول اللي بغا انت ما كنتيش ما تقلديش خليه هو يدير التقليد وانت علاش غتقلدي وتا ام اميرات كنتي انت كتكوني تما على هذا الحساب يعني انت كتعرفي بادر كنتي كتبركي معاه تما والله يعفو عليك اختي سيري تصلي راه الموطره ولا تا الله يسر ولات حدا فمك ردي البال واقيلا هي اللي دات لي سيري توضا الا باينه هادي راه كتكون تما سيري اختي توضاي سيري تصلي هذا هو المشكل. سيري حيدي عليك هادشي راه حشوم يا اختي سيري للبار وما تمشيش للبار واش دخل اصلهم هما فيك انت اللي ناخذوا اختي حق على واحد كيقول هاد الديسيليا ديالي انا عرفتكم مظلومين ولا نهار كيقول لي الاول انت كنت كنعطاك قال لك قال لك قلت لك حتى تساليو حتى بعد تساليو الطوفان شوفي سمعي الموضوع ماشي ساهل باش تسامح عليه. ومن نعرفوا السيد راه بصح عنده شوفي راه هو غادي يعرفوا واش غيديو للطبيب وغيعرفوا الا لقيناه بصح راه عنده راه مريض الشخص ماشي مشكل الله يسامح ولكن لقينا عنده العقل وما غير كيتسطع وغير كيتفلى ضروري غيدخل شوفي غالبا غيكون عندهم انفصام الشخصيه اوكي ولكن شوفي هي باش نقول لك الحاجه كون ما مخزن ما يسمحش لي هذاك الشيء اللي كاين راه واخا غنسمحوا ليه حنا راه ضروري كياخذ الحق المدني ضروري كياخذ ما كانتش مشات للقانون وكانت الموضوع تجمع غير مثلا الراي يعني صافي ما مشاتش دارت شكايه نقولوا واخا غتسامح ولكن دابا راه دارت شكايه والامر ولا ملكه هو ضيع عليها السمعه عرفتي البارح انت خرجتي من اللايف انا بقيت جايبين شي واحد من عندهم وما عرفت مقريينو محفظينو قال لك حكا ما حكا كيعرفها هي واختها وجاو جلسوا معاها 3 ايام في الاوتيل وداو له 20 مليون وكذا وكذا شوفي انت الله يسهل يعني الناس كيخصها الله السمعه ديالها هاد البنت هادي مازال عندها بنت صغيره خاصها تخدم عليها شوفي صفاء اليوم والله ما مشات بنتها للمدرسه ما مشاتش اليوم ما للمدرسه غاديش تمشي لحقاش غيبقاو بزاف ديال الاسئله ما كدات حنايا اخبارين كنسمعوا هذا الشيء وشفنا هذا الشيء وهي تتعاطفوا معاه هبطنا جينا بكري مشينا للمحكمه صافي خلات بنتها ما صيفطتهاش للمدرسه يلا وهذيك البنت شنو ذنبها هذيك البنت عندها حتى شي ذنب في الاخير البنت صغيره شنو ذنبها ما عندها حتى شي وشنو دربنا حنا اللي تشوهنا وضارنا وكلشي تشوه وكلشي واحد خاينه الصواب اختي صوابه كما شفتوا معنا في المنصه الاخت ديال الطليقه ديال بدر اللي قالوه هو بانهم تينفيو هذا اللي ظهر بانه الضحيه الثاني وهذا الشيء اللي قالوا على بدر لا كان مريض يتعالج ما كانش مريض ناخذوا حقنا منه